ازيكم يا حلوين، عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ سلمي عليهم يا عروس. ازيكم يا حبيبنا، عاملين ايه؟ قول لهم بشكركم على كل التعليقات الجميله بتاعتكم. شكرا جدا لكلامكم الحلو. عقبال يا رب كده حبايبكم، وعقبال بناتكم، وعقبال عيالكم، وعقبال كل يا رب الولايه، وعقبال كل الشباب، ويصلح حالكم وحالنا، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين وبخير، ودايما يا رب في صحه وسلامه وسعاده يا رب، ان شاء الله يا رب. انا عايزه اقول حاجه، انا لسه جايه دلوقتي، لسه طالعه والله العظيم. بصي بشنطتي اهي، ان شاء الله يا رب تكسب وتربح يا رب، ويراضيها فرحه بنت فاطمه. والله جيت لقيتها عامله كده قلت لها رضا الحمد لله، الناس كلها عندنا قافله يا حبايب قلبي، بتوع الفراخ وبتوع اللحمه كلهم قافلين، من غير لحمه وفراخ يعني مش هناكل ولا ايه؟ هي بيقول لك مانجي. فلقيتها عامله حبه مكرونه كده حلوين جمال، وقالت لي عشان مانجي ما بياكلش المكرونه بالشطه، فعارفه ان هو بيحب ايه؟ الرز والايه؟ والبطاطس. فالله يكبر بخاطرها امبارح وتسلم. بالليل عايز صاحب النوم رز بطاطس. والله العظيم صحينا من النوم رز طاطس رز طاطس. قلت له يا محمد ما فيش، هعمل لك بكره. حبيت اكلم بتاع الفراخ، نزلت الصبح ولفيت لقيت الناس كلها قافله عندنا. فحبيت بقى سمن بلدي كده اهوت، وحبه رز كده، رضا ونعمه يا مكاننا، والواحد اصلا تعب اصلا من الاكل والله. المهم يا حبايب انا لسه جايه دلوقتي، كنت في مشوار. فين يا فرفوشه؟ اكل شويه واقول لكم فين لغايه ما الدقيقه كده عشان تعرفوا ان انا كنت فين وكنت رايحه. بس انا صراحه ربنا هداني الحمد لله. انا ربنا هداني كتير الحمد لله. ربنا يهدينا جميعا ويصلح حالنا وحالنا حالكم، اللهم امين. معانا محمود ورا الكاميرا، سلم عليهم يا حوده. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا حبايبي؟ لو تشوفوا محمود هتقفلوا الكاميرا يا احلى اخوات في الدنيا. اللون دايس. المهم يا حبايب قلبي، اللهم صل على النبي. الله يا بنتي يا فرحه، والله العظيم اجدعها احلى من علبه 1100 علبه كشري. امبارح جبنا كشري، كنا نعمل بتاعت انسجام. والله العظيم امبارح عملنا علبه كشري، جبنا كشري، جبنا اكياس صراحه والله العظيم، يا دوبك قطمه والتانيه لحقه لحقه يا حبايبي والله. فمش حلو زي حاجات البيت كمان. من الله يا رب يستر عرضها. المهم يا حبايبي، عارفين انا كنت فين؟ كلها بميه المخلل. بصوا عامله بقى بتنجان مخلل ايه، تحفه التحف. انا اللي عاملاه صراحه، مش هكدب عليكم. ايوه انا بقول لك كلها المهم يا جماعه، انا كنت فين؟ انا مشتريه لمنى بنتي. والله يا حبايبي انا هحكي لكم بما يرضي الله قسما بالله. وشوف انتوا قولوا لي الفيديو ده هيحمل وينزل وقت دلوقتي. شوف انتوا انا كده ينفع ولا ما ينفعش؟ انا منى بنتي اسم الله، الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بجيب لها مقاس فرحه واكبر كمان، بتلبس 3 اكس، صلاه على النبي يعني، او ساعات 2 اكس. المهم ايه، انا في ترنج ما كنتش لسه لبسته لها. فيلم من عجل ما كنتش لسه لبسته لها والله يا جماعه. فلبسته امبارح بس، قسما بالله يا حبايبي لبسته امبارح بس، وما كملش هو يا دوبك 3 ساعات. 3 ساعات يا حبايبي، وجايباه غالي مش رخيص، ب 750 جنيه من سوق غزه، والله من بعد 780 جنيه نزلت 30 جنيه بالعافيه. سوق غزه في حاجات غاليه جدا. انا قلت الواحد بيجيب صراحه من السنه للسنه، في 750 جنيه تلبسه يا حبايب قلبي يا دوبك 3 ساعات. سوري في اللفظ، من ورا كده، من ورا من عندي، من ورا كده يا حبايب قلبي الاقيه شقه من عند المقعده. شاطره يا فرح. هي طبعا بقى عشان مشرفه التمريض بقى، فعارفه بقى شقه من لا مؤاخذه من ورا كده، ومن على تحت في خدها ايه ده ايه ده يا منى، ده انت اتشبكتي في ايه يا بيت؟ اتشبكتي في ايه؟ والله يا امي ما جيت في حاجه. قلت لها طب اقلعي كده، قلعت لها البنطلون. يعني بمسك البنطلون شايط يا جماعه. البنطلون امسكه كده الفتحه كده الاقيها ايه، تتفتح. فتحه لقيت تتفتح. بيني وبينكم صعبان عليا ال 750 جنيه. الواحد مش هيجيب كل شويه ترنجات، ده هو ترنج بنجيبه من السنه للسنه، وقلت اجيبه لها غالي شويه عشان اسم الله يقعد معايا. اللهم صل عليه. انتوا عارفين منى ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يديها ايه ده مساحته. طب كل الرز بقى ازاي يعني رز مكرونه؟ ايه يا مانجي سلم عليهم. فالمهم يا حبايب قلبي رحت صراحه بامانه الله لقيته قافل على حظي. بس شاهدت مين؟ شاهدت المحلات اللي جنبه عشان وقت ما اروح ابدله يكونوا هم شاهدين اللي انا جيت وايه، وما لقيتش ايه حد فاتح. فقال لي صراحه، وراجل محترم بامانه، الراجل اللي جنبه
طبعا هو عارفين بعض واداني رقمه. كلمته يا حبايب قلبي صراحه، قلت له يا استاذ عمرو دلوقتي، قال لي قولي له الراجل التاني ده اللي جنبه، قال لي قولي له الترنج فيه مشكله، في غلطه، الترنج فيه غلط. فالمهم ايه، نزلي ماما البتاع ده. قال لي قولي له الترنج فيه غلطه. فانا قلت له الترنج يا استاذ عمرو، اداني رقم وكلمته قلت له يا استاذ عمرو انا جيت لك دلوقتي لقيتك قافل، الترنج فيه غلطه وانا ايه عايزاك تشوفها، عايزه ابدله. قال لي طب خلاص يا مدام تعالي لي يوم الخميس، بس اتصلي عليا على الرقم ده شوفيني موجود ولا مش موجود، عشان ما تقولي انا اتاخر مشوار وراكبه كذا مواصله لغايه ما اجيلك. قال لي طب خلاص اتصلي عليا قبل ما تيجي علشان خاطر اللهم صل على النبي تشوفيني فاتح ولا قافل. فانا بامانه يا حبايبي انا خايفه، عارفين بقى ليه خايفه ما يبدلوش؟ عارفين ليه؟ عشان اصلا البنطلون كان طويل على منى وانا مقصراه عند الترزي، بس والله العظيم قسما بالله هي ما لبسته الا امبارح بس، والله ما لبسته، هم 3 ساعات اللي لبستهم. فانا حرام بقى انا عشان مقصراه ودفع عليه 20 جنيه عند الترزي، فانا مش عارفه بقى هيرضى يبدله ولا لا. بس هو بايش بايش، هو القماش بايش. يا اسراء انا عارفه ان انت بتشوفيني، اصبري يا اسراء، هي جايه لك دلوقتي يا صاصه صاحبه فرحه عماله تتصل. اسراء اللي انت شفتوها في الفرح يا حبايبي، الطويله دي اللي كانت لابسه مفتشي، دي اللي زعقت لها قلت لها يا بنتي ايه يا بنتي ده المفتشي والشفتشي ده، ربنا يفرحها يا رب وعقبالها وعقبال كل البنات. فهي جايه لك دلوقتي يا صاصه اصبري. فالمهم طب اعمل ايه، اقفل ده بقفل وروحي لها، اقفل يعني قبل الفيديو ما يخلص. اسراء فرحه مش جايه لك اسكتي. المهم يا جماعه، فانا بقى مش عارفه بقى هو هيشوف التانيه، بس حتى لو متني القماش بايش، القماش يا حبايب قلبي بايش. عارفين لو ب 200 ولا ب 300 حرام برضك، بس ده ب 750 جنيه قسما بالله. كنت بنقلها احلى حاجه منى بنتي عشان اسم الله ما شاء الله تبارك الله، قلت يعني حاجه تنفعها يعني، الله اكبر عليها، بنقلها يعني مقاس اللي هو بتاع فرحه وبتاع خلود. وبعد كده انا بقصر براحتي وبيبقى طويل وانا بقصر. فاول مره الاقيه بايش كده هو الحاجه يعني، وانا بنقي الغالي عشان يبقى حلو الاقيه بايش شايط. الراجل قال لي لا صراحه ده كده عيب في القماش، هو ممكن يبقى الترنجات كلها حلوه وانت على حظك انت الحته اللي جت في ايدك شايطه، هو مش هيقول لك حاجه، بس انا حاسه ان هيقول لي حاجه عشان انا اصلا مقصراه. ومن انا جايباه يوم الوقفه، يعني انا جايباه يوم الوقفه، كان طول شهر رمضان ما جبتش للعيال حاجه خالص، اقسمت بالله العلي العظيم ما كنت شايله همهم، ما كنت جبت العيل حتى شبشب والله العظيم. فانا جايبه الحاجه دي يوم الوقفه والله العظيم 3 يوم الوقفه بالظبط، كنت صايمه ورحت قبل الفطار، رحت كده هو طخيت المشوار وانا صايمه عشان خاطر اجيبه، وفي الاخر جبته ولسه لابساه امبارح عشان طبعا ما رضتش تلبسه بقى، هي لبست اللي كان عندها في العيد، وكان فرحه مديها بيجامه برده الجديده لبستها في العيد، فلبسته بس امبارح بس يا حبايبي. وحظها بقى الحلو اللي هو يطلع ايه شغل. انا وجعت دماغكم عشان بحكي لكم كل حاجه، عشان بحكي لكم كل حاجه، احنا بنشارككم كل حاجه. فالمهم المكرونه بتاعت البت فرحتها حلوه، محمود واقف ورا الكراسي بيقول لي يلا عشان انا جعان، يقعدوا يخلصوا الاكل هو ومامجي. خلاص حبايبي يا حبايب قلبي والنبي حبايب قلبي قولوا الفرحه بقى ايه تتجدعن كده يا حبايب قلبي كده وتكمل دراستها، وربنا يا رب يصلح حالها ويرضيها ويكرم كل البنات يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه ويصلح حالكم وحالنا. تعالى يا حوده يلا نستودعكم الله، وقولوا لها بص وتقول لكم عقبالكم يا بنات، قولوا لها يا فرحات عقبالكم يا بنات، عقبال كل البنات يا رب. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انتم ملخبطيني عشان جعانين فمش مخليني واخده بالي. يلا يا حبايب قلبي سلام.